يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيك، معاك نهلة فؤاد وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة وصلنا للخطوة الثامنة والأخيرة في رحلتنا للثراء من كتاب الأب الغني والأب الفقير. خطوة مش مجرد فكرة، خطوة فعل. ابدأ عملك الخاص. تخيل معايا، طول عمرنا متعودين اننا نشتغل عشان نقبض اخر الشهر، بس الحقيقة ان المرتب ده مش هيخليك غني. اللي هيخليك تبني ثروة بجد انك تبدأ مشروعك او عملك الخاص. الأب الغني كان دايما بيقول لو فضلت تشتغل لشخص تاني عمرك ما هتكون حر ماليا، لكن لما تبدأ شغلك الخاص حتى لو بسيط انت كده بتبني مستقبلك بإيدك. خليني أقولك ليه ده مهم. شغلك كموظف بيديك أمان مؤقت لكن مفيش حرية. العمل الخاص بيبني أصل يفضل شغال ليك حتى وانت نايم، وكمان بيديك فرصة تتطور وتضاعف دخلك من غير سقف. على فكرة مش لازم تبدأ بحاجة كبيرة، ممكن خدمة بسيطة أونلاين أو متجر صغير أو حتى فكرة إبداعية تطورها مع الوقت. المهم تبدأ. خلينا نبسطها. واحد بيحوش كل شهر 500 جنيه، بعد سنة معاه 6000. ممكن يسيبهم في البنك وممكن يستثمرهم ويبدأ بيهم مشروع صغير. اللي بيبدأ عمله الخاص ممكن يخسر أول مرة، لكن المرة التانية هيكسب. وبالخبرة العمل الصغير ده ممكن يكبر ويبقى مصدر دخل رئيسي. ابدأ عملك الخاص مش معناها تستقيل من شغلك فورا، لكن معناها تجهز حاجة جنب شغلك تكبرها مع الوقت. مع كل خطوة انت بتقرب من الحرية المالية. نصيحتي ليك في الحلقة دي، فكر في مهارة أو فكرة عندك، ابدأ بيها حاجة صغيرة النهاردة. الخطوة الأولى هي الأصعب، لكن هي اللي هتفتح لك كل الأبواب. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت الخلاصة مع الخطوة الثامنة والأخيرة من خطوات الثراء. دلوقتي بقى الرحلة كلها بين إيديك، من أول خطوة لحد ما تبدأ عملك الخاص. لو عايز تشوف السلسلة كاملة يبقى لازم تشترك دلوقتي في القناة وتفعل الجرس، واستناني الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.